السلام عليكم. واش عمرك عشتي الاحساس ديال انك تكون وصلتي لشي هدف ديما كتمنى وعوض ما تفرح ما كيعجبكش الحال وكتقول انا ما نستاهلش هذا النجاح؟ هذا الشيء بالضبط اللي وقع للكاتبه الامريكيه مايا انجيلو. تخيل معايا مورا ما كتبات 11 كتاب وربحت بزاف ديال الجوائز، ما قدراتش مايا تقدر ولو انجاز واحد من كاع هادشي اللي دارت، وبقى عندها ديما واحد الشك ديال انها ما تستحقش ولو اعترافات بالانجازات ديالها. هاد الحاله ما عاشتهاش غير الكاتبه مايا ولكن حتى العالم البرت اينشتاين. في الفيديو اللي فات ديال قوة التركيز شرحنا كيفاش كان قادر انه يجلس لساعات طويله وهو كيحلل غير في فكره وحده، وكيفاش العبقريه ديالو وصلته لجائزه نوبل في الفيزياء. ولكن واخا هادشي كامل كان كيوصف راسو بواحد الجمله واللي هي محتال بشكل لا ارادي. كان ديما عنده احساس واحد، هو انه ما يستحقش هذا النجاح، وباللي الناس كيبالغوا في التقدير ديالهم ليه، وباللي هو ما قاصدش يضحك عليهم ويحتال عليهم باللي هو عبقري، حيث الداخل ديالو كيشوف راسو اقل من كيفاش كيشوفوه الناس. الانجازات بحال ديال الكاتبه مايا والعالم البرت اينشتاين نادره في العالم، ولكن الاحساس بانهم غير كيكذبوا على الناس وكيحتالوا عليهم منتشر بزاف اليوم. وكيبقى السؤال علاش بزاف منا ما كيقدروش يتجاوزوا هذا الاحساس الخايب، وباللي حنا ما كنستحقوش انجازاتنا ولا الاهداف اللي وصلنا ليها بالمجهود ديالنا. علاش ديما كيبان لنا باللي افكارنا ماشي مهمه وحنا ما كافيينش للاخر. عالمه النفس بولين روز الامريكيه هي اول شخص لاحظ هذه الحاله ديال الناس اللي ناجحين ما كيعترفوش براسهم او كيقدروا داكشي اللي كيديروا. في الاول ركزت الدراسه ديالها غير على العنصر النسوي، ولكن من بعد تاكدت ان الجنسين بجوج كيعانيوا من نفس الحاجه. روز كانت متاكده ان هذه الحاله وهذا الخوف اللي كيعيشوه الناس ماشي بصح وما عندوش شي اساس او لا تدبير، ولكن عارفه هذا الاحساس اللي هي براسها عاشته، وكانت كتظن بلي ما تستحقش تكمل قرايتها وبلي الدكتوره ديالها جات صدفه. عالمه النفس روز واينشتاين ومايا انجيلو وبزاف ديال الناس اللي دارت عليهم الدراسه كلهم كيعانيوا من متلازمه المحتال او تجربه المحتال، امبوستور سيندروم. في نظرك شنو هي هذه المتلازمه وشنو هما الاسباب ديالها؟ متلازمه المحتال هي حاله نفسيه كيتوهم فيها الشخص اللي عنده شي قدرات ومهارات متميزه ان الناس كلها عندهم نفس الحاجه. يعني البرت اينشتاين بالعبقريه ديالو كان كيظن باللي كاع الناس كيفكروا بحاله، ولكن متلازمه المحتال كيف قلنا ما كتحبش غير عند الناس اللي متميزين بزاف، ولكن كنا نقدروا نعيشوا هذه المتلازمه. اغلبيه الناس داخلين في واحد الظاهره كتسمى الجهل التعددي. كل واحد فينا كيشك في راسو وكينقص من راسو، ولكن ما عمره يقدر يقولها، وكيظن باللي هذا الاحساس كيختاروا بوحده. يعني ان الانسان اللي كيعاني من هذه المتلازمه كيظن باللي الهدف ولا الخدمه ولا القرايه ديالو اي شخص اخر يقدر يديرهم بنفس القدر ديالو ولا احسن منه كاع. في هذه اللحظه عرفت باللي الشخص ممكن يكون هو اكبر عائق لراسو. تخيل ان هذه المتلازمه تقدر تحبسك من انك تشارك افكارك ولا انك تفعل شي بوست زوين ولا تكمل في شي برونش عاجبك، غير حيت نفسك كتوهمك باللي انت ما قادرش وما تستحقش. وهذا راه ضياع كبير. ممكن الا جربتي كنتي تقدر تنجح او على الاقل تعيش ديك التجربه وتتعلم منها بزاف د الحوايج. دابا عرفنا شنو هي متلازمه المحتال، ولكن شنو هو الحل ديالها؟ مورا بزاف ديال الدراسات والتجارب كاين حل واحد، واللي هو نهضروا على هذا الاحساس اللي كيجينا وكيفاش كيخليك ترجع للور بلا ما تحس. تهضر مع الناس اللي قراب ليك، حيت فاش غتلقى شخص عاش نفس التجربه اكيد غادي ترتاح وتقدر تعاود ليه على تجربتك الخاصه. وملي كتعرف الحاله اللي كتعيشها اكيد تعرف تتعامل معاها ولا تتعلم تكتب الحوايج اللي خلاك تحس هذا الاحساس. وعلاش ظنيتي مثلا انك ما كافيش ولا ما تستاهلش؟ ممكن ما عمرنا نبدلوا هذا الاحساس 100%، ولكن نقدروا نهضروا عليه عادي حتى تفك هذه العقده. وهكا عوض ما نقولوا انا ما قادرش وما نستاهلش، نولي نقولوا انا قادر وكنستاهل البلاصه اللي انا فيها وكنستحق الافضل ديما. كفكره اخيره، عالمه النفس روز طورت واحد المقياس نفسي اللي هو كلانس ابوزال فينومينال سكيل، اللي ممكن نقيسوا به هذه المتلازمه ديال المحتال عند كل واحد فينا. هو اختبار بسيط وممتع تقدر تعرف منه واش انت كتعيش هذه المتلازمه ولا لا. اذا بغيتي تجرب غنخليه لكم في الديسكريبشن. شكرا على المتابعه ديال الفيديو. كان معكم انرجي، انا هنا باش نرفع من الانرجي الزوينه ديالكم ونحيد الانرجي الخايبه.